السلام عليكم. كل 4 سنين كيحتفل العالم بواحد الحدث مهم اللي هو المونديال اللي كنعيشوا معاه ذكريات ما كتنساش، وكيكون كلشي متحمس ليه وكيتسناه بفارغ الصبر. واليوم حنا على بعد ايام قليله من الانطلاقه ديالو اللي غتكون في قطر، وكلنا على يقين ان قطر قادره تخرج لينا احسن مونديال في التاريخ بالامكانيات ديالها والبنيه التحتيه والتجهيزات اللي عندها، وغتوفر لينا تجربه استثنائيه ما غتكررش. الا انه بالرغم من هذا الشيء كامل كنشوف واحد الحمله شرسه كيشنها الاعلام الغربي على هذا المونديال، وكيعتبروا اسوأ مونديال في التاريخ. علاش؟ السبب والله ما عرفنا السبب والله. هذا الشيء اللي غنكتشفوا من بعد هذا الانترو الخفيف. في 2010 غيعلن جوزيف بلاتير رئيس الفيفا على فوز قطر بشرف تنظيم مونديال 2022 قدام كل من أمريكا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان. Winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. وصراحة هذا الإعلان شكل صدمة لأغلب المتتبعين. كيفاش دولة صغيرة كي بحال قطر اللي ما عمرها في تاريخها لعبت شي مونديال وما عندهاش شي ثقافة كروية قدرت تجيب أصوات أكثر من الميريكان والدول الأخرى؟ قضية فيها إن هذا الشيء ما غيتسرطش الميريكانيين وغيقرروا يفتحوا تحقيق حيت شموا ريحة الغدر، وفعلا غيلقاو دلائل على رشاوى مباشرة لأعضاء الفيفا ورشاوى بطريقة غير مباشرة. كمثال، قبل أسابيع قليلة من موعد الإعلان على الفائز بشرف تنظيم المونديال 2022 غتسيني الجزيرة الاستحوذت على شبكة بين سبورتس حاليا كونطرا مع الفيفا بخصوص النقل التلفزي قيمة خيالية وصلت ل 400 مليون دولار و100 مليون دولار أخرى في حالة فاز قطر بشرف التنظيم. مع العلم أن الجزيرة كان كيدير هذيك الوقت الأمير قطر حميد بن خليفة آل ثاني، واللي هو اللي كان مسؤول على الحملة التنظيمية ديال قطر، وهذا الشيء كيتعتبر تضارب المصالح وخرق صريح للقانون ديال الفيفا. والعقد اللي داروا بيناتهم مازال ساري العمل وغيخلي الفيفا تستافد من إجمالي مبلغ 880 مليون دولار. زيد على هذا الشيء ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي أعطى ضمانات أنه غيعاون قطر باش تفوز بالتنظيم، بالمقابل تستثمر قطر في الكرة الفرنسية. وداك الشيء بالضبط اللي وقع من بعد ما تم الإعلان على قطر كمنظم غتستثمر في نادي باريس سان جيرمان وغتحولو لنادي النجوم. هادشي كامل غيخلي رئيس الفيفا جوزيف بلاتير يضطر يقدم الاستقالة ديالو في 2015 بسبب تهم الفساد وتبييض الأموال. وموراها مباشرة بعام غيتبعو ميشيل بلاتيني وغيتعرض للتوقيف لمدة 4 سنين. دابا ندوزو لعلاش اختيار قطر كان فكرة ماشي في محلها، وبأنه فعلا الفلوس هي اللي رشحات الكفة ديال قطر. كنا كنعرفوا أن المونديال واحد العرس كروي اللي عنده الطقوس ديالو الخاصة، وأهمها أنه كيتقام في الصيف، وقطر في فصل الصيف كتوصل فيها درجة الحرارة ل 40 درجة، يعني مناخ غير مناسب بتاتا. والحلول اللي قدمت قطر في الملف ديالها باش توفر مناخ مناسب للعبة كانت حلول خيالية وغير واقعية. هادشي غيخلي الفيفا تقرر تغير الموعد لفصل الشتاء عوض الصيف. ثاني حاجة، قطر واحد الدولة اللي صغيرة بزاف والتعداد السكاني ديالها ما فايتش 3 مليون نسمة، والبنية التحتية ديالها ما مصمماش باش تحمل أعداد غفيرة ديال الناس. هادشي اللي غيخليهم في صراع مع الزمن باش يعاودوا البنية التحتية، زائد يبنيو ملاعب بمواصفات خيالية. وللأسف هادشي كان على ظهر العمال اللي كانوا أغلبيتهم من الهند والنيبال، واللي كانوا كيخدموا ليل ونهار في ظروف قاسية بأجور زهيدة. وكاين اللي ما خدا منهم حتى ريال ليومنا هذا، كانوا كيحجزوا ليهم على الوراق ديالهم باش ما يهربوش، وماتوا فيهم اكثر من 6500 عامل بسبب الحرارة والظروف القاسية. يعني هذا الشيء كامل اللي كنشوفوا فيه تبنى على انقاض ديال الناس اللي كانوا مستعبدين حرفيا. ثالث حاجة هو ان تحويل المونديال من الصيف للشتاء كانت فكرة كارثية، حيت في هذا الفصل بالضبط كتكون المسابقات الأندية كثيرة بزاف. هادشي خربق الكالندري ديال الماتشات وبداو تيكدسوهم ويراكموهم لدرجه ولاو تيلعبوا 3 الماتشات في السيمانه كبحال شي ماكينات غير باش يديروا قيد لهذا المونديال.
وهذا الشيء ادى للاجهاد البدني عند اللاعبين وخلاهم يتعرضوا لاصابات كثيره ويتحرموا من المشاركه في اغلى مسابقه واللي تعتبر حلم بالنسبه لاي لاعب. بقى فيا الصراحه اقسم بالله صاحبي زعما بقى فيا بزاف قطع خذ لك الخبز قطع. كمثال امين حارث مؤخرا اللي كان واحد من الضحايا ديال التخربيق. هاد الضيق الوقت وتراكم الماتشات خلى المنتخبات اللي غتشارك ما تلقاش حتى الوقت الكافي باش تستعد، والاستعداد بحال هاد المسابقات مهم بزاف. ورابع حاجه اللي هي الغلاء ديال المعيشه في قطر. هاد العامل غيحرم بزاف ديال الفئات من المشجعين انهم يحضروا، زائد هاد الفتره من السنه كتكون فتره ديال الخدمه والدراسه، الشيء اللي غيخلي الجماهير ما تنقلش بديك الكثافه اللي معروف بها المونديال. والجمهور هو سر النجاح ديال اي تظاهر. هاد العراقيل كامله غتخلي هاد المونديال يتصنف واحد من أسوأ المونديالات قبل حتى ما يبدا، وبلاطير براسو اعترف بانه اختيار قطر كان خطأ فادح. وبالرغم من هادشي كامل حنا تايقين في قطر انها غتشرفنا حنا كعرب، مونديال ما تيتكررش. واهم حاجه ان قطر وسط هاد الاتهامات كامله فرضات راسها وفرضات السياده ديالها وما استسلماتش للضغوطات والاجنده الغرب. Said you're looking forward to the German guests. Are you also looking forward to homosexual German guests, or do they have to stay home? Listen, everybody's welcome in Doha. We do not stop anybody from coming to Doha with any different backgrounds, any different belief. Qatar is a very welcoming country. We have millions of people that come and visit our country. And the World Cup is a great opportunity for people from different parts of the world to come and experience our culture. We will not stop anybody from coming, visiting and enjoying the football. But I want also everybody to come and understand and enjoy also the culture, to see different cultures as well. We all live in one planet, but each of us have different cultures. We welcome everybody, but also we expect and we want people to respect our culture. So this is my answer going to be for you. والعالم مدين ليها حيت غتخلينا نشوفوا تظاهرة نقية ومحترمة اللي شحال هادي ما شفناها، بعيدا على الأجندات الغربية. احنا مش هنغير ديننا ولا هنغير عاداتنا ولا قوانين بلادنا عشان 28 يوم. انت اللي لازم تتأقلم علينا وتعرفنا عشان تعرف تتعامل معنا. نتمنى تكونوا تبعتوا معايا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش تخليو لي الرأي ديالكم في التعاليق. شنو بان لكم في هذا المونديال؟ واش غيكون ناجح ولا لا؟ وشكون هو المنتخب اللي بان لكم غيديها هذا العام؟ ما تنساوش تدعموني باللايك، سبسكرايب، بالبارطاج الى عجبكم المحتوى ديالي باش نطلعوا هذه القناه ونزيدوا فيديوهات اخرين ان شاء الله. كان معكم سالب، تهلاو.